دلوقتي احنا اتكلمنا عن طلاق السكران وطلاق الغضبان. ايه هو طلاق المكره؟ طب ويعني ايه المكره؟ المكره هو المجبر. هو فعلا احسنتي، هو المجبر وفاقد الاختيار وفاقد الرضا وفاقد القصد. يعني هو فاقد الاربع حاجات دول: واحد مجبر، فاقد الاختيار، فاقد القصد، فاقد الرضا. هو مش راضي عن اي حاجه خالص، لكن في واحد اجبره ان هو يطلق. طب حكم الطلاق ده، اولا اختلف العلماء في المساله دي على قولين. جماهير اهل العلم الامام مالك والشافعي والامام احمد، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، ومروي عن جمع كبير جدا من السلف، منهم عمر بن الخطاب وابن عمر وعلي بن ابي طالب وابن الزبير. وعلماء كثيرون قالوا ان طلاق المكره لا يقع. دليلكم؟ قالوا لان الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. خد بالك، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طب ايه الايه؟ يعني عايزه تقول ايه؟ الايه دي نزلت في سيدنا عمار بن ياسر لما كان بيعذب في صحراء قريش. كان بيعذبه ابو لهب وابو جهل، كانوا بيعذبوه وكانوا بيقولوا له سب النبي عليه الصلاه والسلام. ومعلوم ان سب النبي بالاجماع كفر، رده عن الاسلام. من شده العذاب ومن شده الضرب ومن شده الضرب اللي كان بيحصل مع ابيه ومع امه، سب النبي عليه الصلاه والسلام للاسف. ولما النبي رجع عليه الصلاه والسلام وشافه، حكى للنبي اللي حصل، قال: لقد سببتك يا رسول الله، وبيبكي. قال: يغفر الله لي. فالنبي عليه الصلاه والسلام بكى على عمار بن ياسر وقال: يا عمار، ان عادوا فعد. يعني لو جم ضربوك تاني وقعدوا يحرقوك بالنار ويجروك في صحراء مكه، سبني. فنزل قول الله عز وجل: الا من اكره وقلبه مطمئن. المهم ان القلب مش راضي، ولكن من شرح بالكفر صدره. الا لو قلبك منشرح وانت راضي بالكلام ده يبقى يقع. فالعلماء قالوا اذا كان هذا لا يقع في الكبير اللي هو الكفر، فكذلك لا يقع في الاصغر اللي هو الطلاق. يبقى ده الدليل الاول. طب الدليل الثاني، قالوا لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الرجل مكره على فعل الشيء، وهذا الاكراه لا يؤاخذ الله عز وجل عليه. تيجي تقول لي: طب لحظه واحده بس، هو ايه انا اعرف منين ان الحاجه دي اكراه؟ ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب المغني، وده كتاب في المذهب الحنبلي، قال: وشروط الاكراه ثلاث: ان يكون من ظالم متوعد، يعني يكون من رجل سلطان او رجل ظالم معلوم عنه الظلم، ممكن بقى هيهددك بالقتل او بالسرقه او يهددك بالعذاب او بالحبس او الى اخره. رقم اتنين: ان يغلب على ظنه نزول الوعيد، يعني انت فعلا حاسس بنسبه 80 او 90% لو رفضت ان هو فعلا هينزل الوعيد بيك. رقم ثلاثة: قالوا إن الضرر لابد أن يكون ضررا كثيرا بحيث يتضرر به أو يتضرر به أهله. هي دي شروط الإكراه. لكن لو واحد مثلا قال لك أنا هسبك أو أنا هشتمك أو إن أنا هجرحك والكلام ده، كل هذا لا يعد إكراه. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال إن طلاق المكره لا يقع للأسف برضه. ليه يا إمام؟ قال لك لأن الراجل ده لما جيت عرض عليه الأمرين اخترع، يعني عرض عليه الشرين واختار أيسرهما. فالعلماء بيردوا عليه بيقولوا له: هو الإكراه في أيسر وفي أصعب، أو في أيسر وفي أعسر؟ ولكن الإمام رحمه الله تعالى كان غالبا ما يستخدم القياس ضد نصوص الصريحة في الكتاب والسنة، ولكنه كان لا يعلم بها رحمه الله رحمة واسعة لقلة الأدلة في زمانه التي كان يعيش فيها. ولكن بعد الإمام أبي حنيفة كثرة الاطلاع وكثرة الأدلة، وهذا ما خالفه فيه جماهير أهل العلم. الكلام ده في الراجل اللي بيطلق عن إكراه بغير حق. هو في إكراه بحق، أيوة، في إكراه بحق. والإيلاء، الإيلاء هو إيه الإيلاء ده؟ ده عندنا في الشريعة الإسلامية الرجل يقسم بالله عز وجل ألا يجامع امرأته مدة معينة من الزمن. ربنا ذكرها في القرآن بيقول إيه؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يعني واحد قال لزوجته: والله أنا ما هجامعك. لو قعد أكتر من 4 أشهر، شوف ربنا بيقول إيه: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لو رجع قبل ال4 أشهر خلاص مفيش مشكلة، الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد ال4 أشهر يجي عند القاضي: هتطلقها ولا ترجع لها؟ لا أنا مش هرجع لها. طب طلقها. لا مش هطلقها. خلاص تروح القاضي مجبره يكرهه يروح مطلقها. يبقى الإكراه هنا حلال ولا حرام؟ لا، الإكراه هنا حلال. امتى يكون الإكراه حرام؟ لما يكون في باطل. ولذلك لا تجد شيئا محرما إلا لأنه باطل. فإن كان حق فلا يحرم الحق، وإنما يحرم الباطل. علمتم كده؟ بس كده خلصت.
أرجو إن المسألة تكون واضحة وتكون سهلة وميسورة. إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم هنتكلم عن حكم طلاق الهازل، اللي قاعد بيلعب مع زوجته أو بيهزروا وفي الآخر يقول لها إيه بقى أنا هطلقك النهاردة. هل ده يقع ولا لا يقع؟ شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.